السلام عليكم اخواتي واخواتي ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كما عودتكم دايما معانا ان شاء الله عندنا كل جديد، كل فيديوهاتنا جديده وان شاء الله كل فيديوهاتنا هتعجبكم ان شاء الله. فيديو جديد ورحله جديده، تابعوا معانا فيديو النهارده ان شاء الله هيعجبكم قوي باذن الله. يلا بينا نشوف احنا رايحين فين النهارده. يلا بينا يلا بينا. زي ما انتم شايفين يا حبايبي المتحف اهو اهو. ربنا يا رب يديم علينا يا رب نعمة الأمن والأمان. أهرامات كمان أهي. أدي بوابة المتحف كده زي ما انتم شايفين. يلا نبدأ رحلتنا بداخل المتحف بقى. يلا خليكم معانا وتابعوا يا أحلى عيلة ويا أحلى ناس. زي ما قلت لكم قبل كده أنا هقدم لكم محتوى يليق بيكم، يليق بيكم كمتابعين. خليكم معايا تابعوا. احنا كده دخلنا جوه المتحف اهو يا جماعة. قد ايه المتحف تحفة نظافة. اول ما بندخل طبعا بنلاقي تمثال عمنا رمسيس اهو. زي ما انتم شايفين نفضل مع بعض خطوة بخطوة. قد ايه متحف جميل يا جماعة، قد ايه تحفة. ايه زي ما انتم شايفين. زي ما انتم عارفين ده انفراد خاص بقناة اخوكم. زي ما انتم شايفين تمثال رمسيس معاكم اهو. عظمة وعظمة مصر وحضارة مصر زي ما انتم شايفين. نجيبه لكم من جميع الجهات برضو. هنا زي ما انتم شايفين برضو الظهر بتاعه المسطرة. زي ما بقول لكم عظمة مصر وحلاوة مصر. ودي المية اهي اوريك. اظن يعني لا تعليق يعني. زي ما انتم شايفين اهو الظهر. زي ما قلت لكم كل جديد عندنا. عظمة بلدنا جمال وحلاوة بلدنا وشياكة بلدنا. زي ما انتم شايفين لا تعليق. انا بس عايزكم تستمتعوا، عايزكم تشوفوا كده تستمتعوا بالجمال. حتى الرموز اللي مكتوبة تحت نفس الحكاية. اوكي انا بقول لك
التمثال يدل على ان المرأة في حياتنا او حياة المصريين كلهم شيء اساسي. شوفوا العظمة، شوفوا التاج هنا، شوفوا التاج هنا، واخدين بالكم؟ واخدين بالكم تاج الملك عامل ازاي؟ وده تاج الملك. تابعوا معانا، تعالوا بقى اوريكم الابداع والروعة والجمال. يلا بينا، تابعوا معانا. شايفين يا جماعة التحفة؟ شايفين التحف؟ شايفين الجمال؟ عظمة عظمة. أي حد من إخواتنا عاوز يجي مصر لازم يجي المتحف، لازم. شايفين الجمال يا جماعة؟ شايفين؟ كل ده هجيبه لكم وأنا نازل برضه إن شاء الله. إحنا دلوقتي موجودين على إيه؟ على ممشى الكهرباء زي ما انتوا شايفين. خليكم معانا، تعالوا نطلع برضو فوق هنا نشوف كده الدنيا ماشيه ازاي. خليكم معانا. ده جمال بلدنا، ودي حلاوه بلدنا، ودي مصرنا الحبيبه اللي بندعي الناس كلها انها تبرز وتبين احلى ما في بلدنا زي كده لكل اخواتنا واخواتنا، سواء العرب او الاجانب او اي حد حابب يجي مصر. فاحنا بنبين له ونوري له احلى الاماكن في بلدنا عشان يجي يتمتع ويجي يقضي وقت ممتع في بلده التاني مصر. إبداع، تحفة، جمال. زي ما انتم شايفين ده تمثال ابو الهول. مصغر انتوا شايفين اهو جماله وحلاوته. راس بني ادم وجسم اسد زي ما انتوا شايفين. الدنيا تحف هنا اهي. نووس ملك اخناتون. عمود ملك البطريموس التاسع. انتوا شايفين يا جماعة. Devo salire ancora oppure? Va bene? الجمال. ده تمثال للملك رمسيس الثاني.
لكم من فوق. زي ما انتم شايفين كل اللي انتم شايفينه ده هصوره لكم وانا نازل ان شاء الله، لان الطلوع بيبقى على سلم كهرباء زي ما انتم شايفين، وفي نزول برضو سلم كهرباء تاني اهو، بس الناس بتتمتع انها تنزل من على السلم ده عشان تبقى في وسط الحضارة. تعالوا برضه اوريكم حاجة تحفة. شوفوا احنا دلوقتي في المتحف، احنا دلوقتي داخل المتحف. هتقف في المتحف برضو الأهرامات قدامنا. ده المنظر ده اللي وصى عليه السيد الرئيس ربنا يبارك في عمره، هو اللي قال لازم الأهرامات كلها تتبان قدام اللي واقفين في المتحف، فبناء عليه شالوا حاجات كتيرة جدا كانت في الطريق هنا عشان يبان المنظر دوت ويبان الجمال والحلاوة دي من داخل المتحف. خليكم معانا. هنا القاعة الرئيسية زي ما انتم شايفين، أول ما بندخل القاعة الرئيسية هنا كده Let's go that side. This is back to the 6th dynasty, by the way, Old Kingdom. And these are the walls of one of the noblemen. Okay. شوف بقى لما تبقى ماشي حاسس ان انت ماشي في وسط الحضارة، وسط الجمال. شوف حلاوتنا. الفيديو ده هيبقى من الفيديوهات اللي هيبقى لها ذكريات جميلة قوي عندي، ممكن تكون عندكم انتوا كمان. Men hvorfor de tegner brun? Ja, kom op.
شايفين طبعا احنا ما جبناش يعني. شوفوا انا بحاول كمان اختصر في الفيديو، خلي بالكم. ولسه ما جبناش ربع المتحف. À la forme religieuse de prière. Avec les deux bases à la batte, et puis avec les انا سايبكم تتمتعوا، بالصورة. ده زي شعر للملك تحتمس الثالث، لوحة شعرية. زي ما انتم شايفين أثرنا وجمال. بصوا متعوا عينيكم. هدخلكوا بقى مكان دلوقتي تحفة، بس يا ريت يعجبكم. القاعة ديت اسفزوها من أفخم القاعات اللي موجودة في المتحف. يلا بينا نخش نشوف فيه جواها ايه. هنبدأ ندخل قاعة توت عنخ آمون. تعالوا ندخل على العربات الخاصة بنا. زي ما انتم شايفين ده يعتبر الموكب الملكي لتوت عنخ آمون.
جواكم برضه القلب. تعالوا بقى اوريكم شوية تحف. اللي في الراس وكل ده يا جماعة يعتبر من الدهب الخالص. هجيب لكم الحاجات دي من الظهر الأول إن شاء الله. ألف أجيبها لكم كلها من الوش. ده الحارس التاني اللي موجود. اوكي. انتوا شايفين انا معاكم اهو ثانية بثانية. تعالوا بقى اوريكم تحفة. دي راس توت عنخ آمون. صورة معاكم اهي. دي تعتبر من الذهب الخالص. يس. مش عارف 114 دي كلها من الذهب الخالص يا جماعة. راس توت عنخ آمون 114 كيلو دهب. زي ما انتم شايفين معايا. يا ريت تكون الصورة واضحة كويسة. ادم انا هنا عشان اصورك معايا. Adam. بس كمان Just one photo please. ده زي ما قلنا تمثال توت عنخ آمون. ده القناع يا جماعة اهو. قناع توت عنخ آمون ده وشه واضح. ده الظهر بتاعه. ممنون.
गाड़ी है انا عايزه انا اتفرج هذا مكان صور ده تمثال توت عنخ آمون. وده جوه جسم توت عنخ آمون دلوقتي؟ لا الموميا نفسها Capito, sei pagato tipo il piede da poliomielite, no? تعالوا بقى ندخل على التحف الذهب اللي بجد. Questo disco c'è l'appoggio del piede dove ci sono i lisci, la via oggi che è fondale che protegge il partito. Qua con la piscina faccio vedere una bella cosa che anzi se guardate ده كرسي العرش يا جماعة، ده الذهب خالص. la lente non dovrebbe essere provata a l'abbiamo messa per far vedere questi dischi invece noi per vederli dobbiamo mettere queste lenti nuove. Immaginate di scolpirli per riuscirli questi che volevano lenti più grandi di quelle che stiamo utilizzando adesso solo per vederli. Quindi uno diceva sicuramente avere le lenti per poter riuscire a scolpire questi spazi dobbiamo avere le lenti più grandi e più forti di quelle che stiamo messo noi per vedere solo vediamo le incisioni il casco le siamo prese questo qua le incisioni si chiama tepos questo qua كرسي العرش ده يا جماعة دهب خالص كله. la corona della guerra زي ما قلت لكم احنا كده ايه بنديكم كده رحلة، نحاول نخليكم تغيروا جو وانتوا قاعدين مكانكم. تمثال الذهب الصغير للملك. طبعا زي ما قلت لكم احنا طالعين هبقى اوريكم التماثيل واحنا نازلين.
طبعا ما ينفعش نبقى في المتحف وما نصورش صورة اخناتون. Vous connaissez le nom Hatshepsut? Ah, son nom. On a déjà. Ah oui. Ah, vous faites une visite? يا حبايبي وصلنا لنهاية فيديونا النهاردة في المتحف الكبير. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن الفيديو يكون عجبكم، ويا رب أكون قدمت لكم حاجة تليق بيكم زي ما قلت لكم. وإن شاء الله في كل فيديو من فيديوهاتي هتلاقي مفاجأة، ويا رب سبحانه وتعالى الفيديو يكون عجبكم. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وأشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.